البرلمان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب. كشفت مصادر مطلع ليومية الصباح حسب ما نشرته اليوم الجمعة أن جميع محاولات سعد من أجل تسوية المشكل مع الفتى باءت بالفشل بعد أن عرض 200,000 أورو حوالي 200 مليون على الشابة مقابل تنازل عن شكايتها، لكنها رفضت المبلغ وطالبت ب500,000 أورو، مضيفة أن تنازل الفتاة لم يمنع النيابة العامة الفرنسية من تنصيب نفسها مدافع عن الحق العام في حال ثبوت تهمة محاولة الاغتصاب عليه، وهي التهمة التي تصل عقوبتها في فرنسا إلى 15 سنة سجنا. من جانبها كشفت صحيفة لو موند الفرنسية اليوم الجمعة أن لمجرد كان تحت تأثير المخدرات الكوكايون والكحوليون وقوع الحادثة حسب الخبرة الطبي. وكان المدعي العام بباريس قد أكد لذات المصدر القبض يوم الأربعاء على المغني المغربي سعد لمجرد ووضعه تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية عنف جنسي.